السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. لا ثواني يا جماعة بقى، ما احنا مش هنسمع ونفوت. حط دي في راسك كويس قوي، سواء اتحاد كورة او رابطة او اعلام. احنا مش هنسمع ونفوت، وعايزين رد فوري على الكلام ده وفتح تحقيق. وخلي بالك، انا ماليش دعوة بهيقول ايه بعد كده، انا باخد بالتصريح الاول. لان خلي بالك، في وقتين بتطلع فيهم الحقيقة: وقت الهزار والضحك ووقت العصبية. كلمة الحق بتطلع في الوقتين دول. ففي تصريح كارثي طلع من إيهاب الكومي، العضو السابق لاتحاد الكرة، عضو سابق في اتحاد الكرة. ما تعرفش قالها زلة لسان ولا وقت عصبية ولا كان يقصد ايه بالظبط؟ لازم تحقيق يتفتح. ايه يا عم راموس اللي اتقال؟ ايهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق يعترف على الهواء مباشرة النية مبيتة لإهداء الدوري البيراميدز. افتح لي تحقيق يا باشا. يا عم انت متزملك يا ابني، انت مغيب يا ابني. هو انا مش زملكاوي عايز الزمالك يكسب الدوري؟ بيقول لك يا حبيب قلبي ان هي مبيته لان بيراميدز ياخد الدوري. يعني انا مسرحيه؟ يعني انا كزمالك متاخد كده عشان يتعمل بيا مسرحيه؟ يعني انا كزمالك اتحاد الكوره او لجنه او رابطه الانديه خدتني كوبري عشان تضايق بيا الاهلي وعشان توقع بيا الاهلي؟ ما هو مفيش احلى من كده كوبري. ده نادي جماهيري وجمهوره مش مهم عنده ان فرقته تبقى البطل، المهم ان الاهلي يتضر ويبقى متضايق ومتعكنن. عارف يعني ايه تصريح زي ده يطلع من عضو سابق لاتحاد الكوره؟ تخيل كده لو عضو سابق في اتحاد الكوره في الدوري الانجليزي طلع قال لك النية مبيتة لفوز مانشستر سيتي بالدوري او لفوز ليفربول بالدوري، الدنيا تتقلب هناك. الدنيا هناك تتقلب. طب هل في مذيع زملكاوي او اعلامي زملكاوي هيتكلم على الخبر ده؟ لا، محدش هيتكلم على الخبر ده. وانا بقول لك من دلوقتي اهو، ما يهمنيش ايهاب الكومي هيقول ايه بعد كده، لان كلمة الحق بتطلع اول مرة، اللي بعد كده بيبقى ترضية، بيبقى تمويه، بيبقى هروب من كلمة الحق اللي طلعت. لان لسه هكلمك في تفاصيل كتيرة واثبت لك ان في حاجة بتحصل، في حاجة مش طبيعية بتحصل من اول ما الدور التاني للدوري بدأ. هي من اول الدوري، بس يا عم هنقول اخطاء تحكيم، كله ضر واستفاد منها. انا عمري ما غيرت الكلمة دي، اخطاء تحكيم كله اتضر واستفاد منها. مش هنحسب مين استفاد اكتر ومين استفاد اقل، كله اتضر واستفاد منها. لكن اللي حصل في الدور الثاني من اول القرعة الساعة 5 الفجر لحد ترتيب الماتشات، في حاجة مش طبيعية بتحصل لحد ماتش الاهلي والزمالك ان هو يبقى بحكام اجانب. وحسبت لك ان اتحاد الكورة والرابطة قاصدين يضايقوا الاهلي، لان وزير الشباب والرياضة قال تصريح خطير جدا ان كان ممكن الازمة تتحل. لكن اتحاد الكورة او الرابطة او رابطة الاندية تعالوا عن حل الازمة، وهم حابين يبقوا في صدام مع النادي الاهلي. اسئلة كتير هنقولها في الحلقة، عايزين رد عليها. ده تالت فيديو تقريبا برضو ما اقولش فيه المقدمة ولا بائس محلي ولا سوبر افريقي ولا الكلام ده، لاني زي ما قلتها في فيديو امبارح، اللي بيفرح الاول مش هو اللي بيفرح اكتر، اللي بيضحك في الاخر هو اللي بيفرح اكتر في الاخر. انت دلوقتي مشكلتنا كزملكاويه بنحتفل، احنا بنحتفل عشان الاهلي انسحب وعشان اتحسب لنا 3 نقط والكلام ده، بنحتفل.
انت ممكن تطلع بموسم صفري، بس انسحاب الاهلي ده بطولة. ما انا خلي بالك، حاجة نهاية الموسم ابص كده واشوف الاهلي عمل ايه، الزمالك عمل ايه، وبيراميدز عمل ايه. يا راجل ده عيبة في حقنا. السنة اللي فاتت لما الاهلي انسحب من الكاس كان بيراميدز البطل، والسنة دي بعد انسحاب الاهلي من مباراة القمة بيراميدز هيبقى البطل. انا فين وانا بفرح ليه؟ انا فين من كل ده؟ ده بقى السؤال، انا فين؟ تعالى لي يا باشا، تعالى لي يا باشا، رد لي على التصريح ده. تعالى رد لي على التصريح ده. ايهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق اللي كان موجود في الدور الاول: النية مبيتة لمنح الدوري لبيراميدز، وعندي أدلة على ده، وفي حاجات تانية بلاش أقولها عن اللي كان بيطلب عشان بيراميدز ياخد البطولة. بعد التصريح ده أنا ماليش دعوة إيهاب الكومي هيطلع يقول إيه، لأنه أكيد هيطلع ينكر التصريح، أكيد هيطلع يبرر، أكيد هيطلع يقولك أنا ما كانش قصدي، أنا كان قصدي، أنا قصدي، أنا قصدي، أنا مصدي، أنا قصدي، أنا فصدي. أكيد هيطلع يقول أي حاجة. لكن أنا قلتها لك في البداية، كلمة الحق بتطلع أول مرة، ما بتبقاش مزوقة، ما بتبقاش ملونة، بتطلع صريحة. أي حاجة طالعة بعد كده هي مجرد تزويق للكلام، تغطية، تبرير، إنكار. كلمة الحق بتطلع في العصبية وفي الضحك والهزار. اللي بيطلع بعد كلمة الحق عبارة عن تشويش. حد يرد يا جماعة على التصريح اللي قدامكم ده. عضو اتحاد كرة سابق. سيبك من كلمة ان هي مبيتة لمنح بيراميدز الدوري، سيبك من دي، وعندي أدلة على ده. وريني يا باشا أدلتك. تناولوا التصريح ده يا جماعة، ده عضو اتحاد كرة سابق. اطلع يا عم انت وضح لنا الأدلة وقول لنا كان قصدك ايه. ما تطلعش تبرر وتنكر التصريح. انت بقى لما تسمع كل الكلام ده وتصريح من عضو سابق في اتحاد الكوره ان النيه مبيته لفوز بيراميدز بالدوري، كنت عايز الاهلي يلعب امبارح؟ خلي بالك انا هقول لك رايي في لعب الاهلي. انا كل الفيديوهات اللي انا عملتها امبارح دي مش بتكلم عشان الاهلي انسحب من الدوري والاهلي بطل والقصه دي، لا. انا كل اللي ضايقني ان الزمالك بيدافع عن اتحاد الكوره، ان الزمالك بيدافع عن الحكام. هخلص بس الاول الجزئيه دي واخش لك في حته انسحاب الاهلي واقول لك رايي كامل. هل حد من الاعلام يا جماعه هيطلع يرد على التصريحات دي؟ هل حد من اتحاد الكره او رابطه الانديه هيطلع يقول لنا تصريح الاستاذ ايهاب الكومي عضو اتحاد الكره السابق وهو بيقول لك ان هي مبيته لمنح الدوري لبيراميدز وعندي ادله على ده؟ ولا سكتم بكتم ولا كأننا سمعنا حاجة؟ يعني ايه؟ ما انا كزمالك خسرت الدوري يا ابني، فوق يا ابني، انت خسران الدوري يا حبيب قلبي. انت انسحاب الاهلي بقى بطولة خلاص كده، هنروح دوري الابطال. طيب ايه اللي يدل ان الراجل ده كلامه صح؟ كلامه صح. انا من بداية الدوري ما قلتلكش ان في نية مبيتة ان بيراميدز ياخد الدوري. كل اللي كنت بتكلمه اخطاء تحكيم بزيادة في ماتشات بيراميدز. بعد التصريح ده لا، انت تراجع حساباتك. اسمع بقى تصريح متحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. اسمع اللي نشر الكلام ده، ابراهيم فايق، على صفحته. قال لك ايه؟ اسمع اخر سطرين. وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرا. ركز في أول سطر وآخر سطر. وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرا. ركز في حتة متأخرا دي. وكان ذلك عصر اليوم اللي هو امبارح،
وقام دكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومذكورا صارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية، سيصل القاهرة في طريقه الآن الساعة 12 إلا ربع امبارح بعد نهاية المباراة. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديا بين الأطراف لتأجيل اللقاء 24 ساعة، لكن دون جدوى حتى الآن، خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب. مع حق الزمالك في الحتة دي، الزمالك مع حق في الحتة دي. اسمع بقى السطرين دول، عشان دول اللي بيلخصوا وبيثبتوا ان اتحاد الكورة او رابطة الأندية قاصدين يضايقوا الأهلي. دكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد لي أن الوزارة إذا كان تم استدعاؤها لحل الموضوع من البداية كانت ستساعد بشكل سريع. طب بلاش دي، عارف معنى الكلام ده ايه؟ المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة قال لك هم طلبوا تدخل وزير الشباب والرياضة العصر. المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة قال لك لو كان الصبح الساعة 7 الصبح أو 9 الصبح طلب تدخل وزارة الشباب والرياضة كان الأمر اتحل والماتش اتلعب بحكام أجانب في نفس اليوم. طب بلاش، لو كان الماتش امبارح، لو كان أول امبارح طلب تدخل وزير الشباب والرياضة كان الأزمة اتحلت والماتش اتلعب في ميعاده بحكام أجانب. لكن انت مشكلتك كرابطة وكاتحاد كورة او كرابطة أندية اعلنت ان الحكام مصريين من امبارح اساسا. طب ليه؟ ما انت تقدر تجيب حكام اجانب، تقدر تستعين بوزير الشباب والرياضة ويقدر يحل، بس انت مش عايز حل، انت عايز تخش في صدام مع الاهلي. انت غيرت وعودك، انت خلفت وعودك وخلفت اللائحة، انت عملت قرعة بمزاجك، والمفروض الدوري الاستثنائي الدور الثاني بتاع حسم الدوري ما بيبقاش بقرعة، بيبقى بحسب ترتيب الأندية في كل حتة في العالم. الكلام ده انت عملت قرعة، وعملت القرعة امتى؟ عملتها الساعة 5 الفجر، يعني كله صحت صدم انه الاهلي والزمالك هيلعبوا كمان 5 ايام، وطلب حكام اجانب اصلا بيبقى لازم قبلها ب15 يوم. بس انت مرتب لكل ده، انت مرتب لكل ده. ما هو بعد تصريح الاستاذ هاب الكومي عضو اتحاد الكره السابق وقال لك ان هي مباريات الفوز الاهلي ببيراميدز، يبقى انا هاخد الاحداث دي ان هي ترتيب على كده، على تنفيذ الدنيا، على تنفيذ مشروع فوز بيراميدز بالدوري. لو رتبت وسلسلت الاحداث هتلاقي فعلا كده. قرعه معموله بالليل، اول ماتش للاهلي مع الزمالك، بعد كده بيراميدز، ماتش الزمالك وبيراميدز في الجوله السادسه، يعني ممكن يبقى ماتش تحصيل حاصل بالنسبه للزمالك، فالزمالك ما يلعبش بنفس الجديه. طب ما انت لما ترتب الاحداث وتحط تصريح عضو اتحاد الكره السابق ايهاب الكومي ان النيه مبيته لفوز بيراميدز بالدوري، طب ما فعلا اهو، طب ما الاحداث بتقول كده فعلا. هل حد هيرد على التصريحات دي؟ انا بقول لك ولا حد هيجيب سيرتها، وكله هياخد التصريحات اللي بعد كده لإيهاب الكومي، لكن التصريح الواضح الصريح اللي بيطلع وقت الأزمة وقت العصبية ولا حد هيعتمد، ولا حد هيعتمده. طيب ركز معايا في الكلام اللي هقوله ده، لأن دي وجهة نظري من انسحاب الأهلي. أنا وجهة نظري المرة الوحيدة اللي انسحاب الزمالك كان عنده حق فيها، وأنا ما كنتش بعمل فيديوهات أياميها، كنت لسه ما عملش فيديوهات، لكن المرة الوحيدة اللي الزمالك كان عنده حق فيها من الانسحاب هي أيام مصر المقصة، لما الماتش كان المفروض يبقى في يوم كذا واليوم اتغير، فالزمالك مرضاش بتغيير اليوم، هنا كان عنده حق. لكن لما انسحب بسبب كهربا ما عندوش حق. ليه ما عندوش حق؟ لأن غياب كهربا أو غياب عقوبة كهربا هو بيأثر بالسلب على الزمالك إنه ما خدش حقه، وعلى الأهلي إن أنت ما وقفتش كهربا وجاي توقفه لي قبل ماتش السوبر. ما أنت لو كنت وقفت ما كنتش هقول لك حاجة، بس أنت ما وقفتوش،
فما دام انت اجلت وقف كهربا، يبقى استنى ماتش السوبر بقى ووقفه. ما تجيش توقفه في ماتش مهم زي ده. ما وقفتوش من الاول ليه؟ كان زمان العقوبه خدت مجراها وكهربا توقف ورجع تاني لعب. فالاتنين اتضروا من القرار. دي وجهة نظري. الاهلي ملوش ذنب. طيب رأيك ايه في انسحاب الاهلي من مباراة القمة؟ بص، انا زي ما قلت لك، انا كلمة انسحاب مش حلوة. انا ايه اللي مزعلني وايه اللي مضايقني؟ اللي مضايقني اني شايف الزمالك بيعمل عكس كلامه، بيدافع عن اتحاد الكورة اللي هو بقاله 20-30 سنة. وخليني اقول لك 20-30 سنة بس، هم 100 سنة بس 20 سنة الزمالك ما بيحبش اتحاد الكوره، ومقتنع ان هو متواطئ مع الاهلي وسبب في فوز الاهلي ببطولاته المحليه والافريقيه، وبيسهل للاهلي كل حاجه، والتحكيم في صالح الاهلي. انا اللي مضايقني ان الزمالك بيدافع عن لجنه التحكيم الحكام المصريه، وموافق ان ماتش القمه يبقى بحكام مصريين مجرد مكايده في الاهلي، رغم ان احنا لسه عاملين مؤتمر صحفي بنشتكي فيه من التحكيم، وهنجهز ملف قد كده عن التحكيم ونروح بيه للفيفا. ده اللي مضايقني، ده اللي مضايقني. فده اللي مضايقني من الزمالك، انه نسف نظرية المؤامرة. وعلى فكرة مفرحني برضو ان انت نسفت نظرية المؤامرة، ولا تتكلم بعد كده على تحكيم، ولا تتكلم بعد كده على اتحاد الكورة، ولا الاهلي ننوس الدولة، ولا الهري اللي كنا بنسمعه ده، لانك نسفت الكلام ده بنفسك. دافعت عن اتحاد الكورة، دافعت عن التحكيم المصري، ما ترجعش تعيط بعد كده بقى. اما بالنسبة للنادي الاهلي، احنا مش متعودين من الاهلي على الانسحاب من ارض الملعب. احنا متعودين من الاهلي ان هو بيلعب ايا كانت الظروف عامله ازاي، وبيرد في الملعب، وبيرد في الملعب. محدش كان متوقع ان الاهلي فعلا ينسحب وما يجيش المباراه. كله زعلان لان الاهلي هيبقى اهدى الدوري البيراميدز. الاهلي برضو خلي بالك معاه حق يعترض بشكل كبير، بس برضو كله متعود على الاهلي انه بياخد بطولاته بنفسه وبمجهوده، رغم المؤامرات اللي بتتعمل او رغم الصعوبات اللي بيواجهها. زي مثلا في دوري ابطال افريقيا، معروف ان اكتر فرق بتتظلم الفرق المصريه، سواء في الكونفدراليه او سواء في دوري الابطال، ومع ذلك الاهلي قادر ياخد 12 دوري ابطال افريقيا بسبب قوته وقوه ادارته وقوه لاعبته وتخطيطه الناجح. وفي بطولات بياخدها من قلب تونس، ومن قلب المغرب، ومن بره. فالانسحاب هيعود بخسائر كتير برضو، ومن ضمنها ان ممكن الاهلي ما ياخدش الدوري السنه دي، او مش ممكن، هي بنسبه كبيره جدا، ده لو الاهلي كمل الدوري اصلا. ففي فئه اهلاويه مصدومه ان الاهلي انسحب وما راحش ارض الملعب، وكان نفسهم الاهلي يروح ارض الملعب ويرد كده في الملعب، طب انا بتظلم وهلعب وهكسب. وفي فئه تانية من جمهور الاهلي لا، موافقين وداعمين لقرار مجلس الاداره، طز في دوري يروح، اهم حاجه ان احنا نعرفهم احنا مين، وان احنا ما بنتكلمش وخلاص، لان انسحاب الاهلي ده هيدمر اتحاد الكوره، وهيعود بخسائر كبيره جدا جدا جدا، لان اكبر فريق واكبر رعايه واكبر فلوس واكبر حاجات كتير جدا جدا موجوده في مصر والوطن العربي وافريقيا هو النادي الاهلي. دي وجهه نظري بكل شفافيه. انا كده خلصت حلقه النهارده، شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني وبيدعموني. السلام عليكم.